السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا دايمًا بخير. نزلت السوق بقى لقيت التوم الجديد ظهر، قُلت يا فرج الله ده أنا التوم بتاعي خلاص قرّب يخلص، كنت مخزناه من السنة للسنة. جبت بقى 2 كيلو ونُص التوم اللي قدامكم دول ونضفتهم كويس أوي علشان أخزنهم. دول عملوا حوالي 25 جنيه، هو الكيلو لسه عندنا ب10 جنيه، بس أنا بصراحة عشان ما كانش عندي توم خالص فاضطريت إن أنا أجيبه، هو هينزل عن كده، هو لسه طالع جديد فدلوقتي غالي شوية، لكن أول ما يبدأ يهجم بقى وخلاص يبقى موجود في السوق هتلاقيه بقى وصل ل6 وال5 وعلى حسب طبعًا المكان. فأنا بقى باجيبه وباخزّنه من السَنة للسَنة، وطبعًا العروش دي ما بتترميش، ده أنا باعمل لكم بيها دلوقتي أحسن خلطة، باقطّعها بالطريقة دي، وطبعًا هو ما بيتفصّصش، وأنا ما باحبش أنشّفه بصراحة، أنا باعمله بالطريقة دي ولا بيعمل ريحة في الفريزر ولا أي حاجة، باقطّعه كده وبانضّفه زي ما أنتم شايفين، والعروش زي ما شفتوها كده متقطّعة، علشان دي بقى هاعملها لخلطات البتنجان، لخلطات بيلات السمك، الحاجات اللي بتحتاج تتبيلات فيها توم وفيها فلفل. جِبت بقى نُص كيلو فلفل رومي حلو كده غسلته وشِلت البذر منّه على قد ما قدرت، وباقطّعه زي ما أنتم شايفين كده علشان نبدأ نفرمهم هُم الاتنين مع بعض. طَب يا سمر ما هو بيعمل ريحة في الفريزر، انسي. طَب ما بيأكسدش يا سمر؟ ما فيش الكلام ده، خزّنيه بالطريقة المضبوطة اللي أنا باقول لِك عليها دي، ولا هتلاقي لونه غيّر ولا هتشمّي له ريحة في الفريزر ولا أي حاجة. تعالوا بقى نفرمهم كده مع بعض، هنحط عليهم ملح وزيت وإحنا بنفرم، ليه؟ الملح مادة حافظة والزيت بيخلّيه معاكِ ما ينشفش وما يتجمدش، يا دوب تاخدي منه القطعة بقطعتها وتحطيه في الفريزر تاني. طب إيه اللي بيخلّيه يبوظ يا سمر؟ اللي بيخلّيه يبوظ إن أنتِ تطلّعي كيس التوم من الفريزر وتسيبيه لمّا يسيح خالص وبعدين تفتكري تحطيه في الفريزر تاني، ده أكبر غلط. الحاجة يا جماعة أيًا كان توم، غير توم، الحاجة ما تتفكِّش وترجع تتجمد تاني أكبر غلط. فأي حاجة حتى لو طلّعتِ خضار خدتِ منه حاجة تاخديها وهي مجمدة وترجعيه تاني في الفريزر. زي بقى ما إحنا شايفين كده باجيب أكياس تلاجة وبابطّطها كده بالطريقة دي أخرّج منها الهوا خالص، ما اخلّيش فيه هوا، زي ما قُلت لكم وأنتم بتفرموا تحطّوا ملح، يعني قولوا معلقة كده كبيرة ملح، وتحطّوا حوالي فنجان من الزيت، عشان يسهّل عليكِ تقطيع حتّة التومة بتاعتِك، تاخدي حتّة بحتّة كده وترجعيها على طول في الفريزر، ما تستنيش لمّا تفُك. تمام، بالطريقة اللي إحنا شايفينها دي نبطّط جامد وخبّطي كده على الكيس وأنتِ بتعمليه علشان يخرّج منه كل الهوا اللي فيه. هنا أنا خلّصت التوم بتاعي، هابدأ بقى إن أنا أعمل الخلطة بتاعتي، الخلطة دي بقى رائعة ريحتها تحفة، أي نعم ريحة التوم قلبت ريحة المطبخ وريحة البيت والولاد ما كانوش عايزين يخشوا المطبخ من الريحة، بس أهو يوم ويعدّي وهيريحِك طول السنة. هيفضل عندِك بقى طبعًا أنا جبت دلوقتي كمية قليلة، أنا هاجيب تاني وأعمل تاني، بس أنا باورّيكم الطريقة بتتعمل إزاي. عندِك بقى سمك عايز يتبّل، عندِك شوية بتنجان كده مخلّلين عايزة تعمليهم على طول، تقومي مطلّعة من الخلطة دي وتبّل كده على طول، ولا هتتعبِك ولا هتوجع دماغِك وتفضلي بقى تفرمي كل شوية وتقشّري التوم كل شوية وندقدق ونعمل وعلى إيه وجع الدماغ، هو يوم واحد نتعب فيه وننضّف فيه وبعدين نخزّن وزي الفل هتفضل معانا من السنة للسنة. طب ما أنا يا سمر عملته قبل كده ولونه اتحوّل لبرتقاني، لأ جرّبي بقى الطريقة دي وأنتِ هتشوفي ولا هيتحوّل لبرتقاني ولا لأي لون تاني، هيفضل زي ما هو والعروش دي هتفضل بخضارها كده زي ما هي. بس طبعًا أهم حاجة إن أنتِ تنضّفيها كويس عشان ما يبقاش فيها أي رمل أو فيها أي حاجة خالص. أنا طبعًا كنت منضّفاها والطبقة اللي في راس التوم اللي هي التخينة تتشال، تخلّي بس الطبقة الناعمة اللي جوّه وتقطّعيه كده زي ما هو. تمام؟ بصوا زي ما أنتم شايفين كده باخرّج الهوا من الأكياس قدر الإمكان عشان ما تدخّلش أي بكتيريا ولا تطلّع ريحة في الفريزر. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إيه تاني ممكن نعمله بخلطة التوم دي؟ حد عنده أفكار كده يقول لي إيه تاني ممكن نعملها هاقول لِك. صلصة المكرونة، صلصة المكرونة لو حطيتِ عليها حتة من الخلطة دي بتودّيها في دنيا تانية خالص، حقيقي بتبقى حلوة أوي. طب إيه تاني؟ الفول، ممكن تاخدي حتة صغيرة كده تحطيها على طبق الفول وتقطّعي عليه شوية بقدونس بقى وليمونة وكده، بيدّي خلطة جهنمية للفول.
حاجة كده حلوة أوي، بس طبعًا ما تعمليهوش على السحور، لإنه هيعطّشِك وممكن يعمل لِك حموضة وتدعي عليَّ فالله الغني، بلاش، تمام؟ ده بقى تعمليه لو إحنا في أيام عادية زي دلوقتي كده ما فيهاش صيام، وهتفطروا الصبح تقطّعي بقى حبّة بقدونس كده صغيّرين، وتاخدي معلقة من الخلطة دي على طبق الفول، على ليمونة، على شوية طحينة، وتقلّبي كده كلّه مع بعضه، يا سلام! حاجة آخر عظمة، هتدوقي أحلى طبق فول ممكن تاكليه، حاجة كده جميلة. بُصّوا، طبعًا أنتِ بقى تكوني مجهّزة كده علبة بلاستيك منضّفاها، علشان نبدأ نحُط فيها الخلطة بتاعتنا أو الأكياس بتاعتنا كده زي ما هي. طب يا سمر ينفع نخزّنها في التلاجة؟ لأ. تلاجة لأ، تلاجة هتلاقي التوم جاب مَيّته وهتلاقيه باظ معاكِ على طول، آخره يوم ما هيقعد معاكِ في التلاجة تحت هيقعد أسبوع وهترميه، فحرام ليه؟ أنتِ كده تكوني مخصصة بقى درج عندِك في الdeep freezer أو لو ما عندكيش deep freezer في الفريزر كده مخصصة رُكن للحاجات دي المفرومات دي، مفروم بقى فلفل لوحده، مفروم توم، الحاجات اللي هي إيه، سهلة الاستخدام، اللي هو الصلصة هنصلصل مع بعض بس ربنا يكرم كده لو الطماطم ترخص علشان نصلصل كمية حلوة مع بعض، أورّيكم الصلصة المركزة بتعمليها إزاي، تمام، برضه إيه نبقى مخلّيين درج بقى للحاجات دي، الحاجات اللي هي بنسحبها على طول وبنحتاج إن إحنا إيه نستعملها على طول، تمام، كده أنا خلّصت الكمية بتاعتي عمل لي حوالي 5 أكياس من التوم، وحوالي 6 أكياس تقريبًا من العروش دي، جِبت بقى العلبة بتاعتي كده وهابدأ إن أنا أغطّيها كمان من فوق بكيس تلاجة علشان أضمن إن هي مش هتطلّع لي أي ريحة، أضغط كويس علشان أضمن إن ما فيش أي هوا داخل الأكياس أو داخل العلبة، تمام، لزيادة الضمان مع إن هي أصلًا مش هتطلّع ريحة، هاحط كيس تلاجة من فوق علشان أضمن إن هي مش هتقلب لي ريحة الفريزر بتاعي. تمام، هتطلّعي بقى كيس بكيسه، يعني تطلّعي أول كيس كده من فوق تاخدي منه حتّة وتطبّقيه وتحطيه تاني زي ما هو، وهكذا لمّا يخلص تاخدي اللي بعده، مش تطلّعي كيس يفُك وفي الآخر يترمي، تمام، يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ويا رب الطريقة تعجبكم، وخزّنوا على ضمانتي، وكل سنة وأنتم طيبين بكل توم وإحنا متجمّعين، ونورتوني.